السلام عليكم اخوان الاخوات، مرحبا بكم مره اخرى في القناه. العمل تاع اليوم كوزينه بخشب اللاتر. هذا الموديل هذا شاهدتوه من قبل على القناه، واليوم عاوتاني بغيت نفكركم به وتعطيونا الراي نتاعكم. بالنسبه للمراحل تاع العمل ضروري بغيت نقول لكم مراحل اللي كيفوت منها العمل تاع الكوزينه. اول حاجه كنقوموا بواحد التصميم كنوريوه للكليان باش نتفقوا على الفصاله اللي راه باغيها، لانه كيكونوا احتمالات كثيره وضروري ديك الصوره اللي عنده في عقله هي اللي غادي يلقاها في المطبخ نتاعو. اذا قمنا بواحد التصميم واتفقت مع الزبون، ثم مشينا للمرحله المواليه، هي انني بديت في الخدمه. خدمت لي كيسون تاع لتحت وديتهم لصقتهم في الكوزينه، لي كيسون تاع لتحت ولصقتهم في الكوزينه باش نديروا فوقهم الرخام. صاحب المنزل هو اللي تكلف بالرخام، هو جاب الرخامي دار الرخام الفوق ودار حتى البلين تاع لتحت على حسب لي كيسون كيكونوا طالعين على حسب الماء، كيلصق البلين تاع بالرخام على الخشب. المرحله المواليه هي انني خدمت لي كيسون تاع الفوق وخدمت البيبان وركبت كل شيء، تاكدت انه العبارات هما هذوك. والمرحله الاخيره هي الفيرني، يعني الفيرني ما كنفيرنيش حتى نتاكد انه العبارات كاملين هما هذوك، ويكون الكليان شاف الخدمه واقتنع بهذيك الفصاله اللي درتها له. وايضا عاوتاني باش ما نديروش الفيرني ويجيبوا الرخام ويتقبشوا البيبان ولا يتوسخوا، الخدمه خاصها تكون نقيه، والفيرني خاصو يكون هو اخر مرحله. نتمنى تكونوا استفدتوا وديتوا معلومات هكا، واللي عنده شي سؤال مرحبا به يخليه لي في الكومونتير. غادي نخلي رقم الهاتف في الفيديو من اجل التساؤلات نتاعكم. اللي بغى يخدم شي حاجه، المحل اللي يتواجد في مدينه وجده، حي لازاري. مرحبا بالجميع، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفيديوهات. نتمنى تدعموني تشاهدوا الفيديو حتى الاخير باش هكا الفيديو يطلع للناس جداد ويلقى مشاهدات كبيره. شكرا بزاف على الدعم نتاعكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي مع عمل جديد وافكار جديده ومعلومات جديده.